اهلا بيكم معانا مرة تانية. اتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول ما يتم نشرها. ودلوقتي جهزوا مشروبكم اللي بتحبوه ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بظهور عصابة ماسك وهم بيستلموا شحنة من الأسلحة، لكن فجأة بتظهر باتومان وبتقاتلهم، وبيكون ماسك عنده قوة كهربائية فبتقع باتومان على الأرض. هنا بيظهر باتمان وبيساعدها وبيحارب معاها المجرمين وبيقف قدام ماسك، لكن بيظهر المجرم اللي بيكون زعيم العصابة وبيقاتل باتمان، فبتحاول باتومان تساعده لكن مش بتقدر. هنا بيروح الزعيم مفجر المكان علشان يخلص على باتمان. بعد كده بنشوف روبن في المعبد بيعرف من الأخبار إن باتمان اختفى، فبياخد حاجته وبيقرر إنه يروح مدينة غسام يشوف اللي بيحصل. في الوقت ده بيكون نايت وينج بيضرب المجرمين، لكن بتوصل له رسالة من ألفريد مساعد باتمان وبيطلب منه يقابله. وبنشوف ألفريد وهو عامل اجتماع مع مجلس إدارة شركة باتمان ومنتحل شخصيته علشان محدش يعرف إنه مش موجود. هنا بيوصل نايت وبيشوفه وبيسأله عن باتمان وبيقولوا انه قد ايه مختفي، فبيقول له ألفريد من اسبوعين وانه ما يعرفش عنه اي حاجة. في نفس الوقت بيطلع فوكس من الاجتماع يلاقي ابنه مستنيه وبيحاول معاه لاخر مرة انه يخليه يسيب الجيش ويشتغل معاه، لكن ابنه بيرفض وبيقول انه مقتنع من اللي بيعمله. وبنشوف كاتي بتروح تتغدى مع باباها العقيد كاين في المطعم وبتقوله انها عايزاه يعرف لها موضوع باتمان واذا كان فعلا اختفى ولا اتقتل. في اللحظه دي بنشوف عربيه باتمان في الشارع بتطارد المجرمين، فبتطلع بسرعه وراها وبتكون عصابة ماسك بتنفذ جريمة من جرائمها بعد ما باتمان اختفى، لكن فجأة بيلاقوه قدامهم وبيقول ماسك انه متأكد انه فجره. وطبعا بيكون نايت منتحل شخصية باتمان علشان يثبت انه موجود، ولسه بيكون ماسك هيضربه بالنار، فبيظهر روبن وبيساعده وبيقدروا انهم يهربوا من العصابة بسرعة. هنا بيقول روبن لنايت انه عارف انه مش باتمان وعلشان كده اتدخل، فبيتفاجئوا ان في حد بيطاردهم وبيحاولوا يهربوا منه، لكن بتطلع باتومان هي اللي وراهم وبتقول لهم انها عارفه باتمان اختفى لانها بكل بساطه كانت معاه وهو بيتقتل. في اللحظه دي بيحاول روبن يقنعها انها تفضل معاهم لان عندها معلومات عن اللي حصل. وبيمشي روبن مع نايت بالعربيه وبيتواصلوا معاهم ألفريد وبيقول لهم انه عارف معلومات عن باتومان، وبيقول لهم ان باتومان هي نفسها كاتي بنت العقيد كاين، وانها كان ليها اخت توأم وبيخطفوها مع مامتهم وهي عندها 12 سنه، وللاسف في مهمه انقاذهم ماتت مامتها واختها. وبنعرف ان باتمان جمع عنها المعلومات دي علشان يمنعها من اللي بتعمله في المدينه لانها بتحارب الاشرار بعنف وبتستخدم الاسلحه وده خطر على المدنيين. في الوقت ده بتكون باتومان مع باباها بتعرف منه معلومات عن عصابه ماسك وبتطلب منه تفاصيل اكتر تساعدها توصل للعصابه. في نفس الوقت بيكون فوكس في مكتبه مع ابنه لوك اللي بيساله عن اختفاء باتمان، لكن في اللحظه دي المكتب بيتفجر وبتدخل عصابه ماسك وبتهدد فوكس بقتل ابنه علشان يقول لهم على المخزن اللي فيه كل اختراعات باتمان، لكن فوكس بيقدر انه يدوس على زرار الانذار فبيوصل تحذير لعربيه باتمان، وللاسف بيهددوا ماسك بقتل لوك فبيضطروا انه يفتح لهم المخزن. فبيستغرب جدا فوكس انهم دخلوا بكل سهوله وفتحوا خزنه كانوا عارفين بوجودها، لكن قبل ما بيمشوا بيضربوا فوكس بسكينه علشان يموت. في اللحظه دي بيوصل نايت وبيحاربهم ويساعد روبن، وهنا ماسك بيضرب روبن وبيكهربه، لكن الغريب ان هيرتك بيمنعه وبيضربه علشان يسيبه، وبتهرب العصابه كلها وبتسيبهم. وبنشوف باتمان وهو ممسوك من العصابه اللي بتعمل عليه تجارب وبتحاول توصل لكل ذكرياته، فبيقول لعالم تيتش ان في صعوبه في الوصول لكل ذكرياته، لكن تاليا بتقول له يوصل لذكريات الطفوله وهو هيقدر يعرف نقطه ضعفه. هنا بيقول هيرتك لتاليا تجيب ابنها روبن قبل ما يحصل له حاجه، لكن تاليا بتنفعل وبترفض وبتطلب منه ما يتكلمش عن ابنها تاني. في الوقت ده بيكون لوك مع بابا في المستشفى، فبيحاول نايت يهديه ويطمنه انه هيقوم تاني، فبتروح المحققه ريني تتعرف عليها، لكن في اللحظه دي بيجي لها اتصال من نايت وبيطلب يقابلها، فبتسيب كارتها لريني وبتمشي. فبتروح تقابل نايت اللي بيواجهها بشخصيتها الحقيقيه، والغريب انهم بيطلعوا كانوا يعرفوا بعض وهم صغيرين. وهنا بنشوف ألفريد وهو بيعالج لروبن جرح في دماغه من مواجهته العصابه وبيطلب منه يرتاح وينام. وبنرجع لباتومان وهي بتحكي لنايت ازاي اتعرفت على باتمان، وبتقول له انها كانت في البحريه لكن انفصلت منها وعلشان كده مرت بفتره مش متزنه في حياتها، وفي يوم حاول المجرمين انهم يهاجموها وكانت مش في وعيها. هنا ظهر باتمان وساعدها وخلص عليهم، ومن اليوم ده قررت انها ما تكونش ضعيفه تاني. في نفس الوقت بيقوم روبن علشان ياخد عربيته ويمشي، لكن بيتفاجئ ان هيرتك موجود وبيحاربهم وبيخدرهم. وبنشوف لوك بيروح المخزن وبيقرر انه يلبس بدله من البدل الخارقه وبينتقم لباباه. في الوقت ده بيتصل ألفريد يبلغ نايت ان روبن اختفى، وهنا بنشوف تيتش ماسكه روبن وبيجهزوا للتجربه اللي هيعملها عليه. هنا بيشيل هيرتك القناع وبيطلع نسخه مصنوعه من باتمان، لكن ناقصها الروح والعقل اللي هياخدها من روبن. في اللحظه دي بتوصل تاليا وبتنفعل عليهم لما بتشوف ابنها، فبيقول لها هيرتك انه عمل كده علشان تحبه زي ما بتحب روبن. هنا بتقتله تاليا وبتقول لتيتش انه يرميه لانه طلع فيه عيوب،
وبتطلب منه يشيل الذكرى دي من دماغ روبن. بيكون نايت واخد عربية باتمان ومعاه كات وومن ورايحين ينقذوا روبن، وبيوصلوا لمقر العصابة اللي بتفتح عليهم النار، وبيواجه نايت وبات وومن عدد كبير من الآليين على شكل راهبات ووحوش مختلفة. وفجأة بيوصل لوك وهو لابس بدلة من بدل باتمان الحديثة وبيساعدهم. في اللحظة دي بتعرف تاليا اللي بيحصل، فبتأمر المساعدين إنهم يلموا كل أجهزتهم ويهربوا بسرعة. وبيشوف روبن علامة شركة باتمان وبيعرف إنهم سرقوا الأجهزة من عنده، وبيقدر يفك قيوده وبينزل ياخد هارد الشركة. وبينزل باتمان وبيفوقه وبيقول له يساعدهم. في الوقت ده بيكون لوك بيفجر البوابة وبيدخل المقر، وبيشيل روبن باتمان على ظهره وبيهرب بيه. وبنشوف باتومان وهي بتحارب المجرمين، فبيروح نايت يساعد باتمان علشان يوصلوا لسطح المبنى ويهربوا، لكن المكان بيتفجر وبيقع روبن وباتمان. هنا بيوصل لوك وبيشيلهم هما الاتنين وبيطلع عليهم، وبيقول لهم باتمان انه خلاص فاق وبقى كويس، وبيطلب منهم يرجعوا كل واحد لحياته. وبعد كام يوم بنشوف باتمان وهو بيتضرب بقوه، فبيقوله نايت انه يرتاح شويه علشان اجتماع الشركه اللي هيعمله تاني يوم. لكن بات بيرد عليه بطريقه غريبه وبيقول انه جاهز للاجتماع، وبيسال على القرص اللي اخدوه من مقر العصابه. فبيقولوا نايت انه سلمه لباتومان علشان تفتحه وتشوف اللي عليه. هنا بيتضايق باتمان وبيقولوا ان بعد ما تخلص مهمتها مش عايزه تدخل في اي حاجه تاني. وتاني يوم بيكون ميعاد اجتماع كل السياسيين والقاده في العالم علشان يعرض عليهم باتمان احدث تقنيه اخترعها. في الوقت ده بيكلم نايت باتومان وبيقول لها اللي حصل، وبيفهمها انه حاسس بحاجه غريبه من ناحيه باتمان. وبيوصل بابا من بره وبيحط الاكل في التلاجة. هنا بيسال نايت على الهارد اللي اخدوه من العصابه، فبتقول انها ادته اللوك وبتقفل. في اللحظه دي بنشوف انعكاس بابا على شاشه التلفزيون وهو عايز يقتلها، فبتقوم باتومان بسرعه تدافع عن نفسها وبتقدر انها تضربه بتفقده الوعي. في الوقت ده بيبدا الاجتماع وبيلبس كل ضيوف سماعات للتواصل، وبيقول لهم باتمان انها احدث تقنيه للترجمه والتواصل بين كل اللغات. في اللحظه دي بيكون تيتش بيكهرب الامن وبيفتح الباب لاعضاء العصابه، وبيدخلوا على مركز التحكم وبيقدروا يتحكموا في اجهزه الكمبيوتر الخاصه بشركه باتمان. فبنشوف باتومان بتقابل روبن ونايت وبتقول لهم على اللي حصل من باباها، وبتقول ان في حد كان بيتحكم فيه وعمل له غسيل دماغ. هنا بيكتشفوا ان باتمان هو اللي بلغ العصابه ان الهارد معاها، لان الفتره اللي قعد فيها عند تاليا عملوا له غسيل مخ واكيد دلوقتي بيتحكموا فيه. لكن روبن بيتضايق وبيحاول انه يدافع عن باتمان، وبيوصل لوك وبيقول ان كلام باتومان صح، وكمان بيوريهم قائمه باسماء الرؤساء والقاده اللي كانت على الهارد، وبيقول ان اكيد تاليا طلعت المعلومات دي من باتمان زي ما قدروا انهم يعرفوا منه مكان المخزن والاجهزه اللي فيه. في الوقت ده بتكون العصابه سيطرت على تفكير كل الضيوف من خلال اجهزه الاتصال اللي لبسوها. بيروح بسرعه الفرق كله لمكان الاجتماع علشان يحاولوا يوقفوا اللي بيحصل، وبيوصلوا المكان وبيلاقوا هناك تاليا طالعه بتواجههم ومعاها باتمان، وللاسف بتهدد روبن انه ينضم اليوم او يموت. فبيروح ماسك هاجم عليه لكن روبن بيقدر يضربه. في اللحظه دي بيكون تيتش بيكلم الضيوف، فبيفوق ألفريد وبيشوف اللي بيحصل، وبيكون نايت بيواجه باتمان وبيحاول يرجعه لعقله. في نفس الوقت بيوصل ألفريد لمكان التحكم، فبتقاتل باتومان تاليا اللي بتحاول تقتلها، لكن المكان بيتخبط في مبنى وهو طاير وبتقع منه باتومان. وبنشوف ألفريد وهو بيواجه المسؤول على الكمبيوتر وبيضربه، فبيخبط في الأجهزة وبيزيد الفولت اللي واصل لدماغ تيتش وبيتفجر دماغه، وبيفصل التحكم اللي في الأجهزة عن الضيوف. في الوقت ده بيكون نايت بيواجه باتمان، وللأسف بيقدر باتمان يضربه وبيطلع مسدسه علشان يقتله. فبتكون تاليا وصلت وبتشجعه على قتله، لكن بيدخل روبن وبيكلم باتمان وبيفكره انه طول عمره بيرفض القتل، وبيقدر انه يخليه يرفض تنفيذ امر القتل. في اللحظه دي بتدخل باتومان وكلهم بيواجهوا تاليا، فبتروح نطه من فوق ومشغله الطياره الآلية بتاعتها، لكن بيطلع معاها حد من الآلات اللي بتصنعها بيكون خرج عن السيطره، فبتخبط والعربيه بتنفجر. وفي النهايه بتروح ريني تزور باتومان وبتتعرف على باباها، وبيقعد باتمان مع ابن روبن يتكلموا مع بعض بعد ما فاقوا خلص من تحكم تاليا. وبكده يكون فيلمنا خلص. اشوفكم في فيلم جديد.